صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعبا وجيشا وقيادة، وهي تواجه ببسالة وبإرادة وبعزم وإيمان العدوان الصهيوني الغاشم، وتسدد بالتوكل على الله الضربات تلو الضربات على منشآته ومقراته وقواعده. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. ولبقية البلدان والشعوب العربية والإسلامية نقول: ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فبادروا لإيقاف الإجرام الإسرائيلي على إخوانكم في غزة، فما يحيق بهم اليوم سيحيق بكم غدا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق لل15 من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية